السلام عليكم. بصور النهارده من براتسلافا عاصمة سلوفاكيا. أنا في رحلة نهرية، مركب كبير زي الأتوبيسات النهري اللي كانت زمان موجودة في مصر، بس على أكبر بكبير كتير. رغم إن أنا جيت براتسلافا كذا مرة، بس دي أول مرة آخد رحلة نهرية. المفروض الرحلة مدتها حوالي 45 دقيقة. طبعا أنا مش هصور 45 دقيقة كلهم، أنا هصور جزء منهم بس في الأول. زي ما احنا شايفين هنا قدامي البرج المشهور برج اوفو هناك اهو. انا طلعت البرج ده كذا مره برضه، حوالي 3 أو 4 مرات، وبنشوف كده منظر ظريف في براتسلافا كلها. طبعا النهر اللي هنا في براتسلافا ده نهر الدانوب. طبعا كان معتاد اسف نفسي في فيديوهاتي، انا موجود في الفيديو اهو. بس طبعا اهم من هنا اوري، احنا لسه واقفين، مش عارف بيعمل صوت جامد ولا لا المركب، بس هو دلوقتي ابتدى يتحرك اهو، ويبتدي تقريبا حاسه بيه بالهز بتاع الحركه. وبيلف دلوقتي، هو بيعدل نفسه متهيألي عشان يطلع او عشان يتحرك. هحاول اشوف ايه اللي ممكن الواحد يصوره من هنا. او المفروض ان الرحله مدتها 45 دقيقه، والمفروض ان احنا بنمر تحت 5 كباري. على فكره دايما لها اهميه الحكايه دي، الكباري في براغ برضه يقول لك تحت كام كوبري، في باريس انا فاكر في السين قالوا بتمر تحت 18 كوبري، بس هناك كباري اثريه الى حد كبير. انا حقيقي مش عارف ايه اهميه عدد الكباري يعني، لكن هنشوف ايه الواحد ممكن يشوفه في براتسلافا في الميه في الدانوب مختلف عن اللي ممكن يشوفه من كده. الظهر بتاع براتسلافا من الناحيه الثانيه كده في تحت او كوبري، واعتقد هيبقى حوالي 22 دقيقه رايح او 20 دقيقه رايح و20 دقيقه جاي. احنا متاخرين على الميعاد بحوالي 6-7 دقايق، فمش وحش قوي يعني. ده الكرو بتاع المركب ده اللي ماشي ده، هم بيقعدونا. نشوف برضو ايه اللي ممكن نشوفه مختلف من هنا كده في الناحية التانية. بحاول اصور في الرجوع برضو من الناحية التانية. الكاسل هنا موجودة، بين الكاسل بتاع براتسلافا من هناك. الدوم بتاع سان مارتن اللي ماريا تريز اتنصبت فيه موجود الناحية دي برضو. دول هيبانوا اكتر لو انا صورت واحنا في الرجوع، هبقى انا الناحية دي. القلعة هي موجودة. كده هصور يعني الناس مش ملاقيني قوي في التصوير. ممكن اقرب برضه كده. جبت سان مارتن دوم حصلت فيه ماريا تريز برضه. انا قاعد الناحيه اللي فيها الشمس بالمناسبه، يمكن قلت عشان يبقى الاضاءه احسن، ان كان الشمس بتروح على هناك بتعكس على هناك. فهشوف انا هصور من هنا جزء، هصور من هنا جزء. مية عملية ممتعة جدا. يا ريت في بلد زي مصر، هتكلم على الأقل يستغلوا نهر النيل. يعني حتى النايل تاكسي مشروع فاشل جدا، بيشتغل كام مرة في اليوم، مرتين 3 حاجة زي كده. لكن الاتوبيسات النيل اعتقد وقفت اللي كانت في مصر القديمة مثلا. لكن اعتقد في حاجة بتروح للقناطر او حاجة، مش عارف ايه بالظبط، كفيل المسؤولين في رحلات بتطلع للقناطر وكده، لكن مش مستغل. يعني المفروض النيل ده يبقى وسيلة مواصلات رخيصة جدا، مفيهاش زحمة، مفيهاش أي حاجة تعطل الناس، مش مكلفة يعني بتعمل محطات بس المرافق أو المحطات يعني بتاعتها. فده كده ادينا كده البرج اهو تاني، مش هيبان في الشمس، ده برج اوفو.
نشوف كده ايه اللي ممكن يتشاف من الناحية دي. كده أروح أصور القلعة والدوم، منظر حلو جدا. كنت عايز اصور الناحية دي، راح اعمل فيديو تاني على الناحية التانية. انا حقيقي دايما بشوف الناحية التانية اللي هي الناحية اللي هناك يعني، فدي انا بقى اشوف فيها ايه ممكن واحد يصوره. كده هكتفي بالجزء ده من الفيديو، والى فيديو تاني ان شاء الله.